شوفوا مزيان، هاد التقطيعه ديال الظفار هي اللي وصلت بزاف ديال الناس للسبيطار. الا كنتي كتقطع ظفارك خاصه ديال رجليك بهذه الطريقه وكتفينيهم مزيان وكتحيد لهم دوك القناط باش يكونوا دايرين، فراه هذا اكبر مشكل. علاش هذه الطريقه خطيره؟ ملي كتقطع ظفارك بهذا الشكل فاش كيبغي يكبر كياخذ هاد لا فورم، ودوك القناط فاش كيكبروا كيدخلوا في الجلده وكيديروا بزاف ديال المشاكل. اول حاجه كيكون احمرار ديال ديك المنطقه، الحاجه الثانيه كيكون تورم وكيكون واحد الالم ما يمكنش، وكيكون تما القيح بسبب دخول البكتيريات والفطريات وبسبب واحد التقطيعه اللي هي خاطئه ديال الظفار وصلت بزاف ديال الناس عمليه جراحيه باش يحيدوا لهم داك الظفر. وخصك تعرف باللي راه اهمال بسيط غادي يسبب لك بزاف د المشاكل. النصيحه اللي نعطيكم في هذا الفيديو هو قطعوا ظفاركم بشكل مستقيم وما توصلوش للجلده. وصحاب عاودني منكم، معكم محمد عاطف من فريق سونتي الصفاء. قدرنا اننا نعالجوا ازيد من 2000 حاله ديال القولون العصبي وجرثومه المعده بفضل هذا الباك اللي هو طبيعي وفعال في العلاج. بطبيعه الحال كنعطيو انظمه غذائيه وكنتبعوا الحاله ديالك من الاول حتى الاخر. اي واحد فيكم بغى انه يعرف معلومات اكثر بخصوص هذا الباك والمكونات ديالو وطريقه استعمال يتواصل معنا على هذا الرقم في الواتساب، وان شاء الله غادي نجاوبكم في اقرب وقت. وما تنساش خلي قلب ودير فولو باش تلقاني مره اخرى.